السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة كان ماتش الأهلي وحرس الحدود، كلنا مبسوطين، كلنا بعد الماتش فرحانين بالأداء وبالنتيجة وباللعيبة كلها اللي بتلعب كويس النهاردة. طيب، طبعا كلنا دلوقتي بنقول الله يمسيك بالخير يا كولر، كنت بتكفرنا عشان نجيب جوان، كنت بتكفرنا عشان نشوف أداء، كنت بحس ان انا مش الأهلي، كنت بحس ان احنا بنلعب فرقة يعني مفيش اي حاجه. طيب هتيجي تقول هل ده تاثير عماد النحاس؟ ابقى بكدب عليك لو قلت لك لا، مش عماد النحاس. عماد النحاس هو مش ساحر، هو جه اشتغل على شغل مدرب قبله. التدريب وانك تمسك فرقه زي الاهلي مش هتيجي في خلال اسبوع تعمل حاجه يعني، بس هو الفكره كلها هو تجديد دوافع اللعيبه. عارف، ابتدت تتنفس يعني، انت تشوف اللعيبه لا بتتنفس، قفشه بيتنفس، تحس قفشه نازل بياكل النجيله. طبعا انا في الاول بس اقول لكم التشكيل كده اللي احنا لعبنا بيه. احنا لعبنا بأربعة ورا. محمد هاني، خلي بالك محمد هاني كان أعلى تقييم النهاردة، 8 من 10. محمد هاني الماتش ده جايب جون، الماتش اللي فات عامل أوفر، لأول مرة في حياتي أشوف محمد هاني بيعمل أوفر. عندك ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كوكا. كوكا برضو جاب جون. اتنين في نص الملعب، سنتر ميد أو ديفندر، بوكس تو بوكس بيروحوا يجوا. عندك عمرو السولية، مروان عطية. عندك المفروض كبلاي ميكر إمام عاشور، بس ده على الورق. إمام عاشور في الملعب ما بيلعبش وجبات البلاي ميكر. كلنا عارفين وجبات البلاي ميكر ايه. وجبات البلاي ميكر اللي انت تتحرك ما بين الخطوط، اللي هي المنطقه من يعني من بعد بوكس تو بوكس، من بعد الديفندرز لحد المهاجمين، انت مسؤول عن التحرك ما بين الخطوط ديت. انت بتحاول تستلم الكرة وتوزع، بس امام عاشور ما بيعملش كده. امام عاشور مش قفشه، امام عاشور مش ابو تريكه. امام عاشور بيروح يلعب وينج شمال ويسقط شويه في نص الملعب ويروح وينج شمال. فهي دي تحركاته كلها، ولكن هو مش بلاي ميكر وما يعرفش يعمل حته ما بين الخطوط ديت. دي يعني بقولها لك. طيب وبعد كده عندك ناحيه اليمين طاهر اللي جاب جون وعمل اسيست وكان زي الفل النهارده. عندك الناحيه التانية بن شرقي اللي هو كان اقل لعيبه الاهلي النهارده. بن شرقي تحسه مش في المود. وسام ابو علي فيرود. طيب، الخطه على الورق حلوه، اللعيبه بتتحرك حلو. انا بقالي فتره ما شفتش لعيبه الاهلي بتتحرك كوحده واحده كتيم، اللي هو بيهاجموا كله. يعني انا مش شايف خطوط فاضيه. كان مع كولر كنا بنشوف خطوط فاضيه كتير قوي، كنت تحس ان الهجوم في حته والدفاع في حته ونص الملعب في حته، في فراغات كتير. ولكن الماتش ده واللي فات لا، الاداء كويس. اللي فات ما كانش احسن حاجه، اللي فات كنا بنلعب بروجيت، جبت جوان وفجاه لقيت نفسك بقت 3-2. بس النهارده لا، انت كنت هجومي ودفاعي كويس. والتغييرات، يعني التغييرات بقى هي الحلاوه كلها. انت الماتش الاول، الشوط الاول لعبت كويس قوي. الشوط التاني قمت بقى منزل الرجاله كلها. علي معلول يا راجل، ايه ده، الحمد لله على السلامه، كفاره. علي معلول يعني هو تعريف كلمه الباك، هو علي معلول. الراجل بياخد الكوره، اول ما نزل خد الكوره، اول لمسه القطعه اللي بيقطعها علي معلول دي انا ما شفتهاش بقالي كتير، ما شفتهاش غير في مارسيلو وعلي معلول و... وسيد معوض كان بيعملها. يعني بجد انا بكلمك بجد، وروبرتو كارلوس. ما شفتش حد اللي هو بيباصي ويجري، عارف القطعه ديت. فتشوف اول هجمه، اول ما علي معلول نزل يبقى اتفرج عليها، اول ما علي معلول استلم الكوره باصه جري، قفشه حطها له، امام خدها من قصاده وراح يعني ما كانش شايفه، فرقه معرض لحسين الشحات، جت جون. بس شوف القطعه عامله ازاي، شوف الاوفر اللي على الارض اللي عمله لامام عاشور. مين اللي بيعمل كده؟ هو علي معلول، مفيش حد تاني بيعمل كده. انت فاهم؟ ولا بقى تقول لي كوكا ولا عش ولا لا هو علي معلول يعني. انا مش عايزه يدافع، انا لو عندي علي معلول في الفرقه مش عايزه يدافع. زي مارسيلو، شفت مارسيلو في ريال مدريد كان ايه اللي بيحصل؟ كان كازميرو بيغطي او كروز بيغطي وراموس بيغطي وراه، وانت هاجم يا عم براحتك، انا عايز منك هجوم، مش عايزك تدافع، مش عايز استنزفك دفاعيا، انا عايزك تبقى ايجابي على الجون وتروح تعمل لي اسيستات وتعرض لي، والحته الهجوميه دي اعملها براحتك. فلا، كان الله اكبر عليه يعني، الحمد لله على السلامه. حسين الشحات برضو عمل كام كوبري كده وكان كويس. قفشه نزل، حرك الملعب، حرك الملعب. الراجل بيلعب بلاي ميكر، بيقف ما بين الخطوط، ياخد من نص الملعب ويوزع. هو اللعب، هو ده البلاي ميكر. فاحنا شفنا كوره بتتلعب، شفنا لعيبه بتجري، شفنا، عارف، في روح، في لعيبه عايزه تثبت نفسها. لان اللي فات ده كان حاجه غريبه يعني، اللي فات ده هو اللي مش طبيعي، دلوقتي ده الطبيعي. 5-0 بتلعب حرس الحدود، انا مش شايف ان انت كده خارق، لا عادي، ده الطبيعي. انت بس كنت محتاج مدرب يجدد دوافع. فعماد النحاس جدد الدوافع، وانا مستني المدرب الجديد. المدرب الجديد هو المسؤول عن بقى ايه، كاس عالم، وهيبقى عنده فرقه اجمد من دي. تخيل بقى انت جاي لك سيسو وجاي لك تريزيجيه وجاي لك حمدي فتحي،
فيا راجل لا، يعني انت عندك وفي سمعنا كلام بين رمضان لا لا، في اسماء جايه، انت فرقه في حته تانية. فيعني انت خلاص ماشي، السنه دي هنكتفي بالدوري، اتمنى بعد خساره بيراميدز النهارده. فماشي، انت دلوقتي بتنافس على الدوري، ولكن لازم المدرب اللي يجي يبقى مدرب هجومي، مدرب عنده ثقافة الهجوم. بس انا مش عايز مدرب دفاعي، انا عايز مدرب هجومي. ما بيبص هو بينزل يهاجم كل الفرقة اللي معاك، انت معاك عندك عناصر جامدة جدا، وانت الاهلي، فانزل هاجم اي فرقة ما تخافش. وبس كده يا سيدي، ده كان فيديو النهارده. اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم مروان زين، السلام عليكم ورحمة الله.